هذا الملعب الجميل، لكن أدوات بدائية كابتن خالد تستعمل في إزالة الثلوج. يعني فريق في هذا المستوى يلعب في الشامبيونز ليج، ليس هناك أمور تساعد العمال على إزالة الثلوج من الملعب في هذا المستوى. يعني حتى انا كنت سامع في التلفزيون الايطالي من الصبح ان احتمال نزول الكلام ده قالوه في التلفزيون الايطالي ان احتمال كبير جدا كان ينزل الثلوج، وكان المفروض على الاقل اتخاذ اللازم والاحتياط بالنسبه لملعب. بنتكلم على ملعب كبير في تركيا، على ملعب بيلعب فيه جلاتا سراي، منتخب تركي، دوري قوي جدا. يعني في اوروبا ما فيش الامور البدائيه اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي. يعني في بعض الملاعب اللي موجوده على مستوى العالم اللي فيها عمليه التسخين من تحت ارضيه الملعب، لما بتسقط الثلوج اللي زي ديت بتساوي بالثلج. انا اعتقد ان حاجه بدائيه جدا جدا بالنسبه لملعب كبير زي ملعب. الناس يفكرون في تغطيه الملعب، هؤلاء لم يجدوا بعد الادوات لاخراج الثلوج. كابتن الحكم احسن ما فعل طبعا، قانون انه يحافظ على اللاعبين وخروج من الملعب بالتوجه الى غرف الملابس. أعتقد أن المسألة مسألة وقت وسوف تستمر المباراة، سوف يتم